بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أسمار وأفكار. حديثنا الليلة سيكون حديثا خاصا عن العلاقة ما بين العلماء والأدب. فمع أن أهل الأدب يحلو لهم أن يقولوا بأن الشعر إذا دخل في باب الخير أو الحق لان، فإن للعلماء رأيا آخر. حديثنا الليلة سيكون مع الشيخ محمد الحسن الددو ليحدثنا عن العلاقة ما بين العلم والأدب، ما بين العلماء والأدباء. سيحدثنا نصف ساعة على أن نفسح المجال بعد ذلك لأحبتنا وأساتذتنا. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأدب يطلق على سلوك منتظم يكون فيه الإنسان معاشرا لغيره بالتي هي أحسن، وأهمه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع ما عظمه الله كالأدب مع رسول الله، والأدب بشرع الله سبحانه وتعالى على وفق أمره ونهيه. وإطلاق الأدب اصطلاحا على التعبير عما في النفس على وجه مشوق ليس يخل ولا يمل، ويكون مناسبا للمقام ومستوى الحال. فالأدب مع بعض الناس يختلف عن الأدب مع غيرهم، والناس يقولون ترك الأدب مع الأحباب أدب. والشاعر المعروف بشار بن برد لما قال: رباب ربة البيت تصب السمن في الزيت، لها 5 دجاجات وديك حسن الصوت. استنكر عليه أحد الشعراء قال: أنت الذي تقول إذا الملك المقدام صعر خده مشينا إليه بالسيوف نضاربه، وتقول هذا؟ فقال: اسكت، فهو عندها والله أحسن من قفان أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. فلكل مقام مقال، والأدب ما هو إلا تعبير عما في النفس، فإن كانت النفس سامية راقية كان هذا التعبير مناسبا لذلك. وأولى الناس بأن يتأدبوا وأن يحسنوا أقوالهم وأن يكون قولهم مؤثرا هم أهل العلم الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحيه وجعلهم ورثة لرسله. ولذلك فأعظم الأدب أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقواله لا تعدلها الأقوال، وأفعاله في أدبه كذلك لا تعدلها الأفعال. انظروا إلى أدبه مع الصغار وهو يخاطبهم بالعبارات اللطيفة، يقول: ما فعل النغير يا أبا عمير. هذا كلام ظاهره سجع، والسجعتان متساويتان على وفق المعلوم في قواعد السجع. وهو وإن كان نزه عن الشعر لئلا يدعي المشركون أن القرآن شعرا، ولكن مع ذلك لم ينزه عن الذوق الرفيع والحس الصافي. ولهذا لما سمع شاعرا من قريش يمدح بني عبد الدار ويقلب بيتا قديما قيل في جده عبد مناف، فقد قال الشاعر: والمجد خالصه لعبد الدار. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: أهكذا قال الشاعر؟ قال: كلا بأبي أنت وأمي، بل قال: والمجد خالصه لعبد مناف. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجري على لسانه في بعض الأحيان بعض ما هو متزن من الكلام، وبالأخص في الرجز الذي يناسب الحرب والشجاعة. ففي القرآن بعض الألفاظ المتزنة، تبت يدا أبي لهب مثلا، هذا متزن. ومثل ذلك أيضا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، هذا بيت كامل. ومثل ذلك ما قال السيوطي رحمه الله، يقول: عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون حديثا، متزن. ومثل ذلك قول خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه: يا معشر الجن انفروا من أرضنا ولتكفكم من الفلار مالكم، إن لنا أراضنا وما لنا ولكم أراضكم ومالكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. طبعا القراءة نافع بالميم الجمع.
الرسول صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه بعض ما هو متزن كقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ومثل ذلك قوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان يقدر الشعر والأدب والكلام الفصيح. عندما جاء أعرابي فأثنى على الله فأبلغ الثناء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاء بذو هيبة في تربتها فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. أعجبه التعبير فكافأ عليه. وقد أخرج الحاكم في المستدرك، والقصة يطعن فيها بعض الناس ولكن الذي يترجح أنها صحيحة وأن لها أصل، وهي قصة إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني. فكعب هو وريث والده زهير بن أبي سلمى الذي هو من الشعراء الستة كما تعلمون. وكان كعب شاعرا في حياة أبيه، وعندما أسلم أخوه بشير وهاجر إلى المدينة ثقل ذلك على كعب وخاطبه ببعض الشعر يقول فيه سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فأجابه بشير بقوله فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم كعب فبلغه ذلك فضاقت به الأرض بما رحبت، وكان يتنقل في قبائل العرب يريد من يجيره فلا يجد، فقرر أن يأتي إلى المدينة تائبا، وجاء من غير أن يستأذن ومن دون أن يأتي بشفعاء. وهذه قاعدة شيخه زياد النابغة الظبياني، فإنه قال للنعمان بن المنذر في اعتذاريته في قصيدته التي مطلعها كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا أحاديث نفس تشتكي ما يريبها وورد هموم لم يجدن مصادرا. هذه يقول فيها فآليت لا آتيك، أقسم أن لا يأتيه معتذرا ولا مجرما ولا بل لا بد أن يأتي وهو شامخ الرأس، مع ذلك لم يأتي. سأكعم كلبي أن يريبك نبحه، وبين ابتعاده عنه، ومع ذلك سبحان الله يدعو له ويثني عليه في آخر هذه القصيدة دعاء عجيبا يقول أقول وإن شطت بي الدار عنكم وإذا ما لقينا من معد مسافرا ألكني إلى النعمان حيث لقيته فأهدى له الله الغيوث البواكرا وصبحه فلج ولا زال كعبه على كل من ناوى من الناس ظاهرا ورب عليه الله أحسن صنعه وكان له على البرية ناصرا وألفيته يوما يبير عدوه وبحر عطاء يستخف المعابر. فجاء كعب وقت صلاة الفجر حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه بالوصف كما في مستدرك الحاكم فعرفته بالوصف، فجلس بين يديه وشهد شهادة الحق وعرف بنفسه وأنشد قصيدته، وهي على مهيع الشعر الجاهلي الذي استدرك عليه أبو الطيب المتنبي كل بليغ قال شعرا متيم إذا كان مدح فالنسيب المقدم وكل أديب قال شعرا متيم. فافتتحها بغزله المعروف بانت سعاده قلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يهد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبيل، إلى أن يقول فيها وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب وإن كثرت في الأقاويل وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال السمر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل.
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منه عذره وأهدى إليه بردة من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تعمده الخلفاء فيما بعد يخلعون ملابسهم على الشعراء، يقولون خلع عليه خلعة سنية، فأعطاه هذه البردة فكانت عند ذريته حتى اشتراها منهم معاوية بن أبي سفيان ب40,000 من الدنانير، وهي أغلى من ذلك بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يثيب الشعراء، ومع ذلك كان يشجع أيضا على الفصيح من الكلام والأديب من الخطاب. لما جاءه وفد بني تميم وحصل بينهم ما حصل، وقال الزبرقان بن بدر طلب أن يعرف به عمرو بن الأهتم فعرف به واقتصد في التعريف، لم يبالغ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الزبرقان: يا رسول الله، والله إنه لا يعرف في أكثر مما قال ولكنه حسدني. فغضب عمرو فقال: والله إنه لأهتم الأب اللئيم الخالي، وذكر أشياء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتناقض، لأنه أثنى عليه أولا ثم عقب ذلك بهذا التعقب. فقال: يا رسول الله، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وفي حديث آخر: وإن من الشعر لحكمة. وبعض الأدباء يجمعهما فيجعلهما حديثا واحدا، والواقع أنهما لم يجتمعا في حديث واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بين أن من البيان أن لسحرا، فالبيان بعضه سحر مؤثر، كما قال الشاعر: حديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. والصحابة والخلفاء الراشدون المهديون لكل منهم قد رويت أشعار، وقد روي أيضا إكرام للشعراء والأدباء وتأثير. فأبو بكر الصديق هو أشهرهم بالشعر في العهد النبوي، وقد روي من شعره المحقق قوله في سرية عبد الله بن جحش التي أنزل الله فيها آيات من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يقول فيها أبو بكر الصديق: يعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منها لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راع وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. وقد كان أبو بكر الصديق من الخطباء، وكان يناظر في الجاهلية لخبرته بأنساب العرب ومفاخرهم، وكان معروفا بخطابته وتأثيره. وكان ابن الزبير يشبه به، وهو ابن بنته، ابن أسماء بنت أبي بكر، كان يشبه بأبي بكر، وكان تكنى بذلك، كان يكنى أبا بكر وأبا خبيب. خطب أبي بكر الصديق المؤثرة التي تعد في نطاق الأدب ويستدل بها الأدباء منها قوله: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. كلمات معدودة ولكنها خطبة مؤثرة. ويقال إن بلال بن رباح وهو مولى أبي بكر الصديق أخذ الفصاحة من أبي بكر، فكان من أفصح الناس وأبلغهم، ولذلك ذهب بأخيه إلى بيت من الأنصار يخطبان إليهم، فحمد بلال الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فهذا أنا بلال وهذا أخي، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، فزوجوهما، لأن هذا الكلام مؤثر جدا، فأخذ بألباب القوم بفصاحته وبلاغته وأدبه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيضا يقول الشعر ويرويه،
ويقومه. وله في النقد الباع الطويل، كان من النقاد المشهورين. ولذلك سأل حسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ فقال حسان: أنا. فقال: هيهات. قال: فمن أشعر الناس يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي يقول من ومن. يقصد زهير بن أبي سلمى في معلقته لما فيها من الحكمة والصدق. وكان عمر رضي الله عنه ينتقد بعض الشعراء في بعض ما يقولون من الأشعار. وذات يوم اشتكى إليه بنو مقبل هجاء النجاشي لهم، فقد هجاهم فأقلع، فقال: إذا الله عادى أهل لؤم ودقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل تعاه الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونشل وما لقب العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. فعرضوا الأبيات على أمير المؤمنين عمر، قالوا: لقد هجانا. قال: ماذا قال؟ قالوا: يقول: إذا الله عادى أهل لؤم ودقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل، وهم يستحيون من أن يشهدوه الشعر كاملا. فقال: ما أسمع هجاء دعا عليكم ولعل الله لا يستجيب له. قالوا: لقد زاد. ماذا قال؟ قال: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال: ليت آل الخطاب هؤلاء لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال: ذلك أصفال الماء. قالوا: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونشل. قال: وأية مزية في أكل الكلاب للحوم الناس؟ قالوا: إنه يقول: وما لقب العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. هذا طعن في النسب ورمي له بالعبودية. قال: أما هذه ففي النفس منها شيء فأمهلوني حتى أسأل أهل الشعر. فدعا أهل الاختصاص، دعا لحطيئة وهو هجاء العرب، فلما سأله هل هجاهم قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن سلح عليهم أشد من الهجاء، أشد من الهجاء. فأخذ لهم عمر بالثار منهم. وكذلك حين هجا حسان بن ثابت رضي الله عنه بني الحارث بن كعب، وكانوا سادة من سادة العرب في الجاهلية وفي الإسلام، وهم أصهار عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بنو عبد المداني بن الديان بن الحارث بن كعب. وهجاهم حسان بقوله: لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم جسم البغال وأحلام العصافير. فغضبوا من هذا فجاءوا إلى عمر فدعاه فقال: استرضي القوم فإنهم ذو شرف ومكانة. فاسترضاهم حسان فمدحهم وقال: وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بيان كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني. فرضوا وساقوا إليه 100 ناقة. ومثل ذلك ما كان عليه أيضا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد كان ينزل أهل الأدب منزلتهم. وقد جاءه أعرابي وكان في رحلة هجم على أهلها الأسد، فسأله عن وصف الرحلة فوصفها وصفا دقيقا أتى به أبو زيد الأنصاري في النوادر. فلما وصف الأسد وهجومه عليهم وما حصل قال له عثمان: لقد قف شعري مما قلت كأنني حاضر معكم. فقد وصف الأمر وصفا دقيقا جدا. وهو يقول: معاود جرأة وقف الهوادي أشم كأنه رجل عبوس فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجى ورد هموس إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد كان من الشعراء وشعره شعر حكمة وتأثير، وكان أبوه أشعر قريش، فأبو طالب لا يمكن أن يعد معه قبله أحد من شعراء قريش. وتعرفون شعره بحصار الشعب، ومنه لاميته المشهورة
التي بعض أبياتها في الصحيح، في صحيح البخاري غيره، وفيها يقول نعم عندما قال عبيدة بن الحارث يوم بدر يا رسول الله وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أننا أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه نناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وذكر أقساما قبل هذا قال كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه نناضل. ذكر أقساما أخرى قال وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه ساع ليرقى في حراء ونازل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول من إساف ونائل. وكذلك أشعاره الأخرى فيها بلاغة وتأثير حتى ما كان منها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرثاؤه لمسافع بن أبي عمرو بليغ جدا، ورثاؤه لزاد الركب لا إن زاد الركب غير مدافع بسرو سخيم غيبته المقابر بسرو سخيم فارس ومناكر وصاحب وغارات كثير وياسر. ويقول في ليت الشعري مسافع بن أبي عمرو في مرثيته لمسافع. وأشعاره متميزة. وكذلك كان أخوه العباس بن عبد المطلب أيضا شاعرا مؤثرا، وهو الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك يا رسول الله أتأذن لي أن أمتدحك، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى المدينة طيبة طابت فقال افعل يا عم، فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فعلي وأبي طالب رضي الله عنه له أشعار كثيرة، منها قوله تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بروا وما ظفروا، فإن هلكت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر. ومنه قوله أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي، هذا في عبد الرحمن المرشد المرادي. وكان أيضا من البلغاء في الخطابة المعروفين المعدودين، وفي كتبه إلى أمرائه تأثير عجيب. عندما أراد تأديب أحد أمرائه كتب له غرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك تهدى بهذا. كل كلمتين متساويتين في الكتابة في ذلك الوقت ما في نقاط. غرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك تهدى بهذا. ومن بلاغته قوله لكاتبه ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطر بأباخسك واجعل جحمتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في حماطة جلجلانك. وهذا سئل عنها محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس عن شرح هذا الكلام، فقال ألصق معناه ألزق، روانفك أي عضرتك، بالجبوب أي بالصلة، وخذ المسطر أي المزبر، بأباخسك أي بشناترك، واجعل جحمتيك أي حندورتيك، إلى قيهلي أي إلى ثعباني، حتى لا أنغي نغية أي حتى لا أنبس نبسة، إلا أودعتها في حماطة جلجلانك إلا أوعيتها في لمضة رباطك. فشرح نعم. ويقول ألصق روانفك، وأنتم تعرفون الروانف أعالي الوركين. وفي ذلك يقول عنترة بن شداد متى مات القني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار، في خطابه لعمارة بن ضمضم. فها أنا ذا عمارة متى مات القني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار، هذا الروانف. والجبوب قصرة الأرض. وفيها يقول امرؤ القيس فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي، هذه الجبوب.
ينهس يقول ارسق روانفك بالجبوب وخذ المسطر، مسطر القلم هو منه السطر، نون والقلم وما يسطرون، من هذا. بأباخسك، الأباخس أعالي الأصابع، فالأصابع فيها أباخس هي أعلى الأصابع، ثم بعدها الأشاشع، ثم بعدها الأصول، أصول الأصابع. وأحدهم يقول أباخس أجاشع نعم. لا البراجم هذه التي تمسك، ويمكن أن تكون هذه من الخارج، لكن المقصود أنه هنا يريد أن القلم لو أمسكه الإنسان بكفه أو بوسط أصابعه لكان الخط غليظا كبيرا، فإذا أمسكه برؤوس أصابعه تحكم فيه. نعم. كان علي رضي الله عنه أيضا من الأدباء في خطابته، وخطبه المروية كثيرة، ومنها الخطبة التي اشتهرت بالمنبرية في مسألة التركة المعروفة، وذلك أنه وقف على المنبر فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقال رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال علي: صار ثمنها تسعى، واستمر في خطبته على نفس الفاصلة. صار ثمنها تسعى معناه أن المسألة في أصلها من 24 لوجود السدس والثمن، وأنها عالت ب3 فأصبحت 27، فللأبوين للبنتين الثلثان 16، وللأبوين السدسان 8، وللزوجة في الأصل 8 ثمن وهو 3، فلها 3، لكن ال3 بدل ما كانت من 24 ثمنا أصبحت من 27 تسعا. وكذلك العلماء من الصحابة الكرام اشتهروا بالبيان، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أروى الصحابة الكرام، وقد كان خطيبا مؤثرا في الناس، وكان قائد الجيش الذي فتح كوثا وهي مدينة إبراهيم عليه السلام، وكان ذلك يوم جمعة، فخطب أبو هريرة خطبة مختصرة في وقت المعركة فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما، وهذا يومنا فيهم بعد يومهم فينا. كانت خطبة مختصرة، وهذا النوع من الخطب المختصرة فارسه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعثمان عندما ولي الخلافة وجد أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة لم يستطع أن يخطب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على المنبر، فنزل درجة، المنبر 3 درجات، فخطب على الدرجة الثانية أدبا. فلما ولي عمر فنزل على آخر درجة، أدنى درجة، أدبا مع أبي بكر أيضا. فلما جاء عثمان لا يمكن أن ينزل عن المنبر ولا أن يقف مكان عمر أو أبي بكر أو، فتعمد أن يقف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع على المنبر، ولكنه أخذته الهيبة في هذا المكان، وهو يتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره. فسكت طويلا ثم قال: الحمد لله هو أهل الثناء والمجد. ثم ارتجع عليه فقال: وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. واستغفر ونزل. فكانت أبلغ الخطب وأخصرها. بعد هذا كان عدد من العلماء من التابعين اشتهروا بالشعر والأدب، منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو أثبت الناس في عبد الله بن عباس، وهو أحد فقهاء المدينة ال7، وكان شاعرا مشهورا، وقد اشتهرت قصيدته التي كثرت منها الشواهد النحوية، وهي التي يقول فيها: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم إثم، وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فيامل لنفس لا تموت فينقضي شقاها، ولا تحيا حياة لها طعم. هي قصيدة مشهورة فيها كثير من الشواهد.
وكذلك الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو من أروى التابعين وأشهرهم، من صغار التابعين لكنه من أرواهم وأثبتهم، وقد كان شاعرا أديبا ويروى له بعض الأشعار المؤثرة. وكذلك كان راوية لأشعار عبد الله بن قيس المشهور بالرقيات، وعبد الله بن قيس ابن عمه من قريش من بني، وكان عبد الله من المختصين بمصعب بن الزبير ابن عم إبراهيم أو عمه. فمصعب بن الزبير عمكم لما ولاه أخوه عبد الله بن الزبير على العراق أخذ معه بعض أهل الحجاز ومنهم عبد الله بن قيس، وقد مدحه عبد الله مدحا بليغا، ومنه قوله: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء، يتقي الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. ولما قتل مصعب وجاء عبد الملك بن مروان من الشام ومعه 200,000 مجند، وكانت غزوة لها أثر كبير نفوس، ولذلك خلدها الأخطل بقصيدته يقول فيها: نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذكر، الخائض الغمر والميمون طائره، خليفة الله يستسقى به المطر. هذه يقول فيها: مقدم 200,000 لمنزله، ما إن رأى مثلهم جن ولا بشر، يغشى القناطر يبنيها ويهدمها، مسوم فوقه الرايات والقتر، مفترش كافتراش الليث كلكله، لوقعة كائن فيها له جزر. هذه القصيدة يقول فيها في وصف قريش: في عصبة من قريش يربؤون بها، ما إن يساوى بأعلى نبتها الشجر، حشد على الحق عياف الخنا أنف، إذا ألمت بهم مكروهة صبروا. لكنه ذكر هذه المعركة فخلدها، فحاول عبد الملك أن يصل إلى عبد الله بن قيس ليقتله أو لمدحه لمصعب، فهرب منه عبد الله، وعرف أنه عندما ولى عبد الملك الحجاج على العراق أنه واصل إليه، فقصد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بدمشق، وقال فيه: تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها، والله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق قرارها. فلما جاء إلى عبد الله بن جعفر أجاره وأدخله على عبد الملك، فتعمد عبد الملك لا يسلم عليه إلا مرتفقا على يده هكذا، فسلم عليه، فقال له عبد الله: اسمع من ابن عمك. فقال: هيه، أنشد. فأنشده قصيدته التي مطلعها: عاد له من كثيرة الطرب، فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها، لا أمم دارها ولا صقب، تالله ما انصبت إلي، ولا يعلم بيني وبينها نسب، إلا الذي أودعت كثيرة في القلب، وللحب سورة عجب. إلى أن يقول فيها: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وأنهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب. إن الفنيق الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحجب، وخليفة الله في رعيته جرت بذاك الأقلام والكتب، يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب. فجلس عبد الملك فقال: ما زدت على أن جعلتني ملكا من ملوك الأعاجم، أتقول في يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب، وتقول في مصعب: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فقد كان عبد الملك صاحب نقد حدة في الشعر. فكان الزهري يروي شعر عبد الله بن قيس الرقيات. وكذلك بعد هؤلاء الأئمة المتبوعون من أهل الشأن سواء من المحدثين أو من الفقهاء، فاشتهر منهم عدد كبير من الذين اشتغلوا بالشعر والأدب. ومنهم مثلا أبو حنيفة رحمه الله كان راويا للأشعار، وكان يعتمد عليها في تفسير النصوص، وكان بليغا في كلامه، وكان يعتبر الأدب شيئا رفيعا ويقدر أهله. كان له جار
يهودي يشرب الخمر إذا نام الناس ويسكر، فيغني بأبيات للعرج يقول فيها: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وكان أبو حنيفة قواما الليل لا ينام في الليل، وسبب ذلك أنه مر يوما على صبيان يلعبون، فقال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. في ليلة من الليالي انقطع عنه صوت هذا اليهودي الذي كان يزعجه، فلم يسمعه، فلما صلى الفجر طرق الباب سأل عنه، فقيل: أخذه العسس الشرطة. فذهب وتلطف حتى أخرجه من السجن، ووضع يده على كتفه وقال: قد أضعناك يا فتى، أضعناك يا فتى، يشير إلى الأبيات: أضاعوني وأي فتى أضاع. فأسلم اليهودي بسبب حسن معاملة أبي حنيفة. وكذلك الإمام مالك بن أنس، فعباراته جزلة، ويدل على ذلك الموطأ الذي بين أيدينا وتبويبه وطريقته فيه، وكذلك رسائله كرسالته لليث بن سعد وغيرها من الرسائل المشهورة. وكان من بلاغته أنه اختلف مع ابن أبي ذئب في مسألة، رأى مالك إباحتها ورأى ابن أبي ذئب حرمتها، فسأله عن ذلك فقال: علم زاد أو ورع نقص. علم زاد أروي فيه ما أستبيح به هذا الأمر، أو ورع نقص، نقص ورعي، فكله محتمل. نعم، علم زاد أو ورع نقص. بالنسبة لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان في وقته في بداية شبابه مهتما بالأدب والشعر، وكان صاحب ترف، حتى إنه يقول: إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمين وأطلي بالزعفران، فلن أزال مردعا. وكان إذا مر من طريق يعرف أنه مر منه بحسن رائحته. وذات ليلة كان أميرا على خناصرة بالشام، فجاءه رجل من الزهاد فرآه وما هو فيه من النعيم، فقال له: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فرجع عمر إلى بيته وفكر في تلك العقبة واقتحامها، فتاب وأناب وتغير حاله. ولما ولي الخلافة كان بلاط الدولة الأموية فيه كثير من الشعراء والمداحين، فجاء الشعراء فلم يستقبلهم أمير المؤمنين، فبقوا بالباب وقتا، فدخل عليه رجاء بن حيوة فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الشعراء ببابك منذ وقت، وهم ألسنة العرب وأهل القول فيها، فإن شئت فأذن لهم. فقال: من بالباب منهم؟ قال: هذا أبو فراس الفرزدق سيد بني تميم. فقال: قاتله الله، أليس القائل: هما دلتاني من 80 قامة كمن قض باز أقتم الريش كاسره، فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا: أحي فيرجى أم قتيل نحاذره، أغرب به عني. فمن بالباب غيره؟ قال: هذا الأخطل شاعر الدولة ومادح أبيك وعمك. قال: قاتله الله، أليس القائل: ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الفجر حي على الفلاح، ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولكني سأشربها غبوقا وأرقد عند منبلج الصباح، أغرب به عني. قال: فمن بالباب غيره من الشعراء؟ قال: هذا جرير بن عطية بن الخطفاء. قال: أما هذا ففي لسانه عفة، أليس القائل: طرقتك طارقة الهموم صائدة الهموم والنفوس، وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. أدخله، إذن له. فأذن له فقال: يا جرير، لا تغتب عندي أحدا ولا تمدحني فأنا أعلم بنفسي. وعندما أنشد بين يديه جرير قصيدته التي يقول فيها: كم باليمامة من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، ممن يعدك تكفيف فقد والده، كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. ضحك أمير المؤمنين وقال له: إني وليت الخلافة ولي دنانير محصورة، فبين له ما بقي منها إلا هذا فخذه، فأخذه. فخرج على الشعراء فقال: قد أتيتكم من عند رجل لا يعطي الشعراء
ويكرم العلماء وأنا عنه راض مع ذلك. ولهذا رثاه لما توفي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، رثاه جرير فقال: الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. هذه الأبيات يرثيه بها بعد موته. ذكرنا أبا حنيفة ومالكا، وكذلك الإمام الشافعي كان من الشعراء المجيدين، وله ديوان مطبوع ومعروف مروي، وأيضا كان من الأدباء في التعبير والكتابة، ومن قرأ أسلوبه المتميز في كتاب الرسالة وعرف التزامه للغته لغة قريش وهذيل، هو سكن في هذيل فترة وروى 20,000 من أشعار الهذليين فتأثر بها. وأشعار الهذليين فيها معنى خاص عند العرب، ولذلك جمعها السكري 3600 بيت دواوين الهذليين، وفيها غرائب الشعر مثل شعر ساعدة بن جوية: لله يبقى على الأيام ذو حيد أدفى صلود من الأوعار ذو خدم، مكلف بشذوف الصوم يرقبها من المخارم مخطوف الحشا زريم. وكذلك شعر الصخر الغي وغير ذلك من أشعار الهذليين المعروفة حفظها الإمام الشافعي. والإمام الشافعي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ولكن الواقع أنه لا يزري بالعلماء، لكن قصد ما كان من الشعر مبتذلا في مدح الأمراء والحكام كما كان في ذلك الوقت. وفيه يقول الفرزدق: يقولون ما لا يفعلون مذمة من الله مذموم بها الشعراء، وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون ما لا يفعل الأمراء. هم يقولون ما لا يفعلون، هذا الذي ذمهم الله به، لكن الفرزدق يشهد أيضا أنهم يقولون ما لا يفعل الأمراء. لكن مع ذلك يعلم الجميع أن هذا الشعر مؤثر في النفوس، وأنه يجلبها إما إلى الخير وإما إلى الشر، وأنه يقلب الحقائق، وأنه يغير الطباع. فما كان مذموما إذا تدخل الشعر انتقل إلى مدح، وما كان ممدوحا إذا تدخل الشعر انتقل إلى العكس. ولذلك فإن بني أنف الناقة وهم بنو جعفر بن القريع كانوا يذمون بهذا الاسم، لأن أباهم نحر ناقة وله أولاد أبناء علات ليست أمهم واحدة، فجاءوا فأخذوا لحم الجزور، ولم يدرك جعفر وهو الصغير إلا أنف الناقة فجعل يجره فلقب به، وكان هذا ذما لهم. حتى آووا الحطيئة لما غاضب الزبرقان بن بدر وارتحل عنه أهله وتركوه في الدار، فجاءه بنو جعفر بن القريع وآووه وأكرموه، فقال فيهم شعرا كثيرا، ومنه قوله: طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا، إذ تستبيك بمصقول عوارضه حمش اللثات ترى في غربه شنبا. هذه القصيدة يقول فيها: قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. وقال فيهم أيضا قصيدته المشهورة: ألا طرقتنا بعدما هجعوا هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. هذه يقول فيها: وإن التي نكبتها عن معاشر علي غضاب أن صددت كما صدوا، أتت آل شماس بن لئيم وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد، يسوسون أحلاما بعيدا أناتها، وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد، أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا، وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا، بعض أحلامكم ردوا، وتعذلني أبناء كعب عليهم أبناء سعد عليهم، وما قلت إلا بالذي علمت سعد، وإن غاب عن لئيم بغيض كفتهم نواشي لم تطرد شواربهم بعد، مطاعين في الهيجا مكاشيف للدجى بنى لهم وآباؤهم وبنى الجد. وهذا النوع من تأثير الشعر معروف حتى لدى الخلفاء، واتخذت قرارات سياسية كبيرة بسببه. وأبلغ ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فإنه لما أمر عليا بالأثيل أن يقتل النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد الدار فقتله صبرا، أرسلت قتيلة ابنة النضر أبياتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعد موته: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة، وأنت موفق
أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمع عني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق أو محمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطرت دمعتاه لما سمع هذا الشعر وأوصى أن لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا، فما قتل بعد ذلك اليوم قرشي صبرا بوصية النبوية. وهذا التأثير في تاريخنا الإسلامي مشهور. تعرفون القائد العسكري الذي صلب بخراسان، وكان الناس يجتمعون لحسنه ويرونه، فتوقد النيران لحراسته وكلف به الجيش لحراسته، فجاء أحد الشعراء فوقف في الناس فقال سموهم في الحياة وفي الممات لحقا أنت إحدى المعجزات. ويصف الناس يقول كأنك قائم فيهم خطيبا وقد صفوا وراءك للصلاة. يقول أيام يصف مجيء الناس إليه يقول وفود نداك أيام الصلاة كأنك قائم فيهم خطيبا وقد صفوا وراءك للصلاة. فلما سمع الأمير هذا الشعر قال ليتني كنت أنا المقتول المصلوب. وكذلك يؤثر في إطلاق المأسورين في تاريخنا الإسلامي. فعلي بن الجهم الشاعر المشهور لما هجا بني متيمة وكان له مكانة في الدولة العباسية، وكان هجاؤه مدقعا جدا، يقول فيه بني متيمة هل تدرون ما الخبر؟ هذا مطلع القصيدة يكفي وحده من الهجاء. هذا يقول فيها قد كان شيخكم شيخا له خطر لكن أمكم في أمرها نظر. هذا مصطلح الحديث فيه نظر. كانت مغنية الفتيان إن شربوا وغير محجوبة عنهم إذا سكروا. هذه يقول فيها فالأم واحدة والله أعلم بالآباء إذ كثروا. فلما اعتقلوه صلبوه وجردوه من ملابسه وهو حي، فاجتمع الناس عليه فأنشأ يقول صلبوا بحمد الله ملء عيونهم حسنا وملء قلوبهم تبجيلا، ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا. فأطلقوا سراحه وأعطوه مالا على سنة ما حصل لكعب بن مامة من قبل. فإن كعب بن مامة لما هجا الشاعر أمه نذر أن يقتله فجيء إليه به مأسورا، فجاء إلى أمه فقال الرجل الذي هجاك ها هو أتينا به، فما أفعل به؟ قالت أطلق سراحه وهدي إليه 100 من الإبل. قال وما ذاك؟ قالت فإن شعره الذي رواه الناس لا يمحوه إلا شعر أحسن منه، فإذا فعلت فسيقول شعرا يطمس الأول. وفعلا الشعر الأول لا أحد يحفظه منه بيتا واحدا، الشعر الثاني كلنا يحفظه كفرا بعد رد الموت عني وبعد أعطائك 100 الرتاع. فأثنى عليه ثناء عجيبا. وهذا التأثير أيضا حصل للإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما. فإنه لما جاء هشام بن عبد الملك وهو خليفة إلى مكة والزحام شديد في وقت الحج، دخل علي بن الحسين الحرم فأفرج الناس له حتى وصل إلى الحجر دون أن يزاحم أحدا. فقال هشام من هذا؟ وكان الفرزدق في الحاضرين فأنشده هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا سليل حسين النجل فاطمة بنت الرسول الذي جابت به الظلم، هذا وبدأ يعرف به. نعم هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وهذا الذي تعرفه البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم،
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مفاخر هذا ينتهي، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، كلتا يديه غياث. هذه قصيدة فيها وصف كبير لعلي زين العابدين كأنك تراه، لأنه يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم كأنك تراه. وهذا نوع من الشعر المؤثر الذي يجعلك كأنك ترى الحدث أو الشخص، مؤثر جدا. فمثلا زهير بن أبي سلمان في وصفه حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري جعلنا كأننا نراه، فإنه يقول في وصفه وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله، أتيت إليه بكرة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله، يفدينه طورا وطورا يلمنه وأعيا فما يدرين أين مخاتله. هذا يصف أخلاقه وأوصافه، يقول وذي نعمة تممتها وشكرتها، وخصم يكاد يغلب الحق باطله، وخصم يكاد يغلب الحق باطله دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله، وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مخاتله. فهذا الوصف العجيب جعلك كأنك تنظر إليه. وكذلك قوله في هرم بن سنان كأنك تنظر إليه، رفعه حتى أوصله إلى السماء، يقول لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق. يقول في بل اذكرا خير قيس كلها نسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا، القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى، غزت سمانا فآضت ضمرا خدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا. هذه يقول فيها في ذكر هرم، يقول فيه قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائر والطالبون إلى أبوابه طرقا، وليس مانع ذي قربى وذي رحم أو سائل مستكف خابط ورقا، إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. وكذلك قول الأخطل في مسقلة البكري وهو صحابي رضي الله عنه، فإن الأخطل حين مدحه جعلنا كأننا ننظر إليه، أنه يقول دع المغمر لا تعبأ بمقدمه واذكر واسأل بمسقلة البكري ما فعل بمتلف ومفيت لا يمن ولا تأخذه النفس فيما فاته عذلا. هذه القصيدة يقول فيها ضخم تعلق وأشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا، ولو تكلفها رخو مفاصله أو ضيق الباع عن أمثالها سعلا. وهذه القصيدة فيها وصف الرجل وصفا دقيقا. هنا يقول ضخم تعلق وأشناق الديات به، آلاف من الإبل يحملها، وجعلها تعلق به لضخامته في النفس، ليس المقصود ضخامة جسمه. تعلق وأشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه، أمرت بمعناه شدت بالمر، والمر الحبل القوي، إذا المئون أمرت فوقه حملا، ولو تكلفها رخو مفاصله أو ضيق الباع عن أمثالها سعلا. نعم. وقد فككت عن الأسرى وثاقهم وليس يرجون تلجاء ولا دخل ما في ربيعة من يوفي رباعته. هذه القصيدة عجيبة في وصفها وثنائها وذكرها. نشكر فضيلة الشيخ محمد حسن الددو على هذه الإطلالة الماتعة في تاريخ الأدب وعلاقته بالخلفاء والعلماء. الآن نفتح المجال إذا في سؤال محدد. جزا الله الشيخ العلامة خير الجزاء على هذه الجلسة الماتعة والرحلة الأمتع من الجاهلية إلى صدر الإسلام. أولا تذكرت شيئا عن سيدنا عثمان عندما فصعد المنبر، أظن الجاحظ هو الذي ذكر هذه القصة في البيان، فقال أن أحد بني العباس أمراء بني العباس كان قد عاب عثمان على ذلك، فقال له أحد الجلوس والله يا أمير المؤمنين لو لم يفعل عثمان ما فعل لكنت تخطبنا من بقعر بير. نعم. السؤال، القول المشهور أجمل الشعر أكذبه.
هل يخيل لي أن يقصدون الخيال لا يقصدون الكذب الذي يتبادر إلى الذهن؟ هذا واحد. والرافعي رحمة الله عليه في البلاغة النبوية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهي عن الشعر، فقال أنه لم يروي بيتا كاملا قط. فهل لديك تعقيب على مثل هذه؟ وبارك الله فيك. بالنسبة لما ذكرته من القصة، نعم هي كما ذكرت ورويت. فهذا أحد خلفاء بني العباس كان يلوم عثمان رضي الله عنه على أمور، وذكر منها أنه رجع إلى المكان الذي استحيا منه الخليفتان قبله، فقال هي منة لعثمان في عنقك يا أمير المؤمنين. قال وما ذاك؟ قال لو لم يفعلها عثمان لكنت أنت الآن تخطبنا من قعر بير. بالنسبة للجدلية المعروفة لدى الشعراء هي هل الممدوح في الشعر صدقه وصدق عاطفته أو كذبه بمعنى المبالغة، وهذا كله محتمل. فزهير بن أبي سلمى يقول وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أشدته صدقة، فهذا في جهة الصدق. وقول عمرو بن معدي كريبة رضي الله عنه أما علمت أن أعذب الشعر يكذبه، يقصد ما فيه من المبالغات، وقد كان عمرو صاحب مبالغات، هو من عندكم رضي الله عنه. ولذلك ذكر لأحد الصحابة قصة، يقولوا إنه خرج على فرسه فرأى غمامة من الليل قد نامت فتجاوزها الليل حتى أصبحت، فكر عليها بفرسه حتى انطلقت، فقال اعلم ما تحدث به يا عمرو؟ قال إنما أنت محدث فاستمع. ما جاء النقاش. ولذلك عمرو رضي الله عنه في أشعاره بعض المبالغات، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، قصيدته المشهورة هذا مطلعها. والمقصود هنا أن بعض المبالغات في الشعر لها تأثير بليغ. مثلا اشتهر بالمبالغة أبو الطيب المتنبي، ولذلك فإنه يقول عزيز إسم من داؤه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل، فمن شاء فلينظر إلي فمنظري نذير لمن قد ظن أن الهوى سهل، إذا عذلوا فيها أجبت بأنة حبيبتا قلبا فؤاداها يا جملو، كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العدل حتى ليس يدخلها العدل، كأن سهاد الليل يعشق مقلتي فبينهما في كل هجر لنا وصل، أحب التي في البدر منها مشابه، وأشكو إلى من لا ينال له شكل، إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل، إلى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث عن وقفاته الخيل والرجل، إلى رب مال كلما شت شمله تجمع في تشتيته للعلا شمل، إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل، ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل، توقفت الآمال عن كل وجهة وضاق بها إلا إلى بابك السبل، ونادى الندى بالنائمين عن السرى فأسمعهم هبوا فقد هلك البخل، وحالت عطايا كفه دون وعده فليس له إنجاز وعد ولا مطل، فأيسر من إحصائها رد فائت وأسهل من تقريبها السهل والرمل، وما تنقم الأيام ممن وجوهها لأخمصه في كل نائبة نعل، وما عزه فيها مراد أراده وإن عز إلا أن يكون له مثل، كفاث على فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهله، فما بفقير شام برقك باقة ولا ببلاد أن تصيبها محلو. كان له كثير من المبالغات معروفة، مثلا في مغاني الشعب طيبة في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. هذه يقول فيها منازل جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان. وذكر أن الفرس حاوره فقال أنا عن هذا يسار إلى الطعان، يقول بالشعب بوان حصاني، عن هذا يسار إلى الطعان، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. هذه مبالغات. ومثل ذلك أيضا من مبالغاته قوله لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، للحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق، وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق،
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجوه ويتقي، وسكرى من الإدلال ريا من الصبا، شفعت إليها من شبابي بريقي، وأشنب معسول الثنيات واضح، سترت فمي عنه فقبل مفرقي، وأجاد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين عاطلا من مطوقي، وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي، ويرضى الحب والخيل تلتقي. هذه القصيدة يقول فيها ونلت بسيف دولة النور رتبة، أنرت بها ما بين غرب ومشرق، إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق. وكذلك قوله في القافية الأخرى تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجرى عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروه في المفارق، وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ثراها عنبر في المرافق، بلاد إذا سار الحسان بغيرها ثرى حصبها ثقبنه للمفارق، سقتني بها القطرب لي مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادق، سهاد لأجفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشق، وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف، ويهوى جسمه كل فاسق، يحدث عما بين عاد وبينه، وصدغاه في خدي غلام مراهق، وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق، وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق، وجائزة دعوى المحبة والهوى، وإن كان لا يخفى كلام المنافق، برأي من انقادت عقيل إلى الردى، وإشمات مخلوق وإسخاط خالق. هذه فيها كثير من المبالغات في توهمها الأعراب سورة مترف تذكره البداء ظل السرادق، فهاجه كأهدى في الفلا من نجومه، وأبدى بيوتا من أداح النقانق، وأصبر عن أمواهه من ضبابه، وآلف منها مقلة للودائق، وكان هديرا من فحول تركتها مهلبة الأذناب خرس الشقاشق، فما بسطوا كفا إلى غير قاطع ولا حملوا رأسا إلى غير فالق إلى آخره. وكذلك مبالغاتها بتمام وهي مشهورة في هذا، وتوليده المعاني، فقوله في رثاء محمد بن حميد رحمه الله كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم ترق ماءها عذر، توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر، وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمساه وليس له ذخر. هذه القصيدة يقول فيها تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، وأغرز في مستنقع الموت رجله، وقال لها من تحت أخمصك الحشر. هذه وصفه وصف عجيب، يقول فيه ونفس تعاف العار حتى كأنما هو الكفر يوم الروع ودونه الكفر. عنده مبالغات أبو تمام، حتى مبالغاته في أبي دلف العجلي في فائيته عجيبة، وكان وصف شجاعته وما جاء به، وكذلك توليده للمعاني في عدد من الذين مدحهم، وكذلك بعض الذين اشتهروا بالمبالغات الشعرية. هذه المبالغات هي كذب في الأول والأخير، لكن مع ذلك أعذب الشعر يكذبه كما قال عمرو. نعم، هذا السؤال الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي بيتا كاملا، لا أظن ذلك إلا فيه بعض المبالغات، فقد روي عنه بعض ذلك، لكن في بعض الأحيان يرويه غير متزن. لما أنشده أو أنشد بين يديه العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يوم أوطاس قصيدته التي يقول فيها أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع، إلا باعير أعطيتها عديد قوائمها الأربع. أنشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينته، فالأقرع أفضل من عيينته، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم على عيينته، ويكون البيت منكسرا لكن أبرك وأفضل. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينته. نعم. بارك الله في أستاذنا، يعني الحمد لله، يعني كنت أمني النفس الكثير بأن نلقاك وأن نجلس يعني بين يديك للتعلم، يعني فبارك الله فيكم يعني وجزاك الله خيرا. حضرتك الآن أو يعني تجمع بين الفقه وبين الأدب، وهو سؤالي عن العلاقة التي تتجاوز فكرة ما يجريه الأدب على لسان الفقيه من سهولة ويسر وإشراق وفصاحة، إلى أن الأدب بطبعه يعكس الحقيقة والواقع الاجتماعي
الذي يعيشه الناس. يعني من أراد أن يعرف تاريخ المسلمين إذا قرأ كتب الفقه سيكتشف أن المجتمع الإسلامي مجتمع مثالي يمشي على القوانين وكذا، لكن إذا قرأ في كتب الأدب يكتشف أن هناك يعني فجوة بين الفقه وبين الأدب. لا أعلم هل العلاقة مع الأدب وذائقة الفقيه وعلاقته مع الواقع، هل ثمت علاقة خلاف العلاقة التي هي علاقة تقوية اللغة والأدب؟ هل هي كيف ترى هذه العلاقة الآن بين الفقهاء المعاصرين وكيف كانت فيه مع الفقهاء الأقدمين؟ يعني بارك الله فيك، سؤال كبير يستحق محاضرة ثانية. لكن عموما الفجوة حصلت من أيام بني أمية تقريبا. فالشعراء المشاهير في أيام الدولة الأموية الفرزدق، جرير، الأخطل، عدي بن الرقاع، غيلان، شعراء مهتمون وكثير نعم وجميل بن معمر، شعراء والكميت مشهورون بالخلاعة والغزل، وعمر بن أبي ربيعة المخزومي، العرجي، شعراء معروفون بالخلاعة وعدم الالتزام. وفي مقابلهم الفقهاء منذ ذلك الوقت معروفون بالتعبد والتنسك والانقطاع عن الدنيا. ولذلك المدونة، أنا كنت سأواصل لكن قطعني. مدونة مالك فيها بيت واحد من الشعر، وفيها 40,000 مسألة فقهية، وفيها 4,000 حديث، لكن بيت واحد من الشعر. هذا البيت هو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، يقول: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هذا هو البيت، وهذا شاهد على الفجر المستطير، وهو الفجر الصادق الذي كجناحي الطائر يتمدد إلى، بخلاف المستطيل الذي هو كذنب السرحان، فهذا الفجر الكاذب. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والأندلس قال: أصبحت فيهم غريبا بين أرحلهم بين أظهرهم كأنني كبيت حسان في ديوان سحنون، منفرد وحده. ولكن بعد هذه العصور اجتمع الأدب بالفقه واجتمع الشمل واتفق من عصور الأندلس. فعلماؤنا بالأندلس هم الذين أعادوا الشمل وجمعوه. فأبو عمر بن عبد البر شاعر معروف، حتى إنه رثى نفسه: تذكرت من يبكي علي فلم أجد. إيه نعم. وذكر كتبه، يقول: سمير فؤادي، هذا التمهيد: سمير فؤادي من 30 حجة كاشف همي والمنفس من كربي، جمعت لهم فيه كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. أشعاره متميزة. ونفس الشيء مالك بن المرحل، وأبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف، وابن حزم تعرف أنه فقيه ولكن مع ذلك أديب. بقرأ كتابه النقط العروسة وكتابه نعم، له كتب في الأدب كثيرة. إيه نعم، طوق الحمامة، هذه كتب في الأدب. وفي مقابل وأيضا فيها كثير من أشعاره هو. غريب أن طوق الحمامة كل شعر فيه إنما هو من شعره هو. ومنذ ذلك الوقت امتزج الأدب بالفقه في أغلب المناطق. والشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه لما نظم الفقه الحنبلية بمنظومة ليست كمنظومات كثير من الفقهاء، يقول فيها: معتذرا مما يجس النبهة من البرودة لنظم الفقهاء. يعتذر من ذلك ومع أنه غير موجود فيه. نعم. ابن خلدون لم أدري حين وقفت بالأطلال. نعم. ابن خلدون قال: اي نعم، ابن خلدون كذلك جماعة بين الأدب، كان قاضيا وهو أديب ومؤرخ، وأيضا صاحب ثورات، قاد ثورات الربيع الإسلامي في أيامه. اي نعم. لكن ما سر العداوة فضيلة الشيخ بين، يعني الآن أنتم ذكرتم كلام الشافعي رحمه الله: لولا الشعر بالفقهاء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وتجد في بعضهم يقول بأن الشعر ناقض للوضوء. يعني هذا يقوله من لا يعرف الشعر. فالشافعي لما سئل عن الشعر قال: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وسئل عن الأدب ما هو، قال: أن تكتب أحسن ما سمعت، وتحفظ أحسن ما كتبت، وتحدث بأحسن ما حفظت. هذا الانتقاء.
شيخ هناك حديث كانوا يقرعوننا به وهو لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا. هو الحديث صحيح، لكن المقصود به ما كان ذما للأخلاق الحميدة وما كان ذكرا لما يتفاخر به أهل الجاهلية من الطعن في الأنساب والذم والهجاء، وأيضا من مثل شأن امرئ القيس لا فائدة فيه، نزل على حال. ولذلك الفقهاء الأقدمون من النقاد فقهائنا كانوا يقولون أحسن شعر امرئ القيس هو قوله ليال بذات الطرح عند محلمنا أحب إلينا من ليال على أقر. هذه قصيدة ليست من عيون شعر امرئ القيس، ولكن لأنها ليس فيها غزل ولا هجاء، وإنما هي مدح. يقول فيها يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا بمثنى الجفان المترعات وبالجزر، وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر. وحتى بعض الفقهاء المتأخرين الشيخ بابا بن الشيخ سدية رحمة الله عليه كان له اختيارات في أشعار العصور، كان يفضل هذه الأبيات من شعر امرئ القيس، وكان يفضل من شعر الحطيئة قوله يسمو بها أشعري طرفه سامي جمعت من طيء فيه ومن أسد، جمعت من طيء فيه ومن أسد ومن تميم ومن حاء ومن حامي، وما رضيت بهم حتى رفدتهم من مائل الرهط بسطام بأصرام فيه الرماح وفيه كل سابغة. هذه القصيدة كان يفضلها على بقية شعر الحطيئة. وكذلك كان يفضل من الشعر العباسيين مرثية مروان بن أبي حفصة لمعن بن زائدة التي يقول فيها مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال، كان الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا، هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال، وأظلمت العراق وأورثتها مصيبته المجللة اختلالا، وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وها ومالا، وكادت من تهامة كل أرض ومن نجد تزول وغدا تزال، فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا، أصاب الموت وما أصاب معنى من الأحياء يكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، ولم يكن طالب للعرف ينوي إلى غير ابن زائدة ارتحالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤالا، ولا عمد الوفود مثل معن ولا حطوا بساحته الرحالا، ولا بلغت أكف ذوي العطايا يمينا من يديه ولا شمالا، وما كانت تجف له حياض من المعروف مترعة زلالا، فلف أبي عليك إذا القوافي جعلن مننك إذا القوافي لممتدح بهذا هب الضلالا، ولف أبي عليك إذا العطايا جعلن مننك واذبا واعتلالا، ولف أبي عليك لكل هيجا غدت تلقي حواصبها استخالا، إلى آخر القصيدة. وكان يفضل من شعر الصدر العباسيين أيام من شعر أبي تمام قوله وإذا أردت مديح قوم لم تمن في مدحهم فامدح بني العباس. وهكذا في أشعار المتأخرين عندنا يقول خير أشعار الموريتانيين قول الشيخ محمد بن طلبة اليعقوبي رحمة الله عليه في ميميته التي مطلعها تأوبه طيف الخيال بمريم فبات معنا مستجنا متيما، تأوبه بعد الهجوع فهاضه فأبدى من التهيام ما كان جمجما، لطاف بها حتى إذا النفس أجهشت وأبدت بنانا لي خضيبا ومعصما، ووجها كأن البدر ليلة 24 عليه ناصلا قد تهم ما تولى كأن اللمح بالطرف زوره وكان وداعا منه أن هو سلم. هذه القصيدة يقول فيها يحاولن بالسبع الأضيات مشربا من الغدر أو عينا بجلواء عيلما، وروضا بأكناف الأماكر باسرا قد أرزم فيه الرعد سبتا وسمسما. نعم. يعني في دور الشعر والشعراء يعني في تلك الفترات المختلفة من تاريخ الإسلام وما قبل الإسلام، لكن سؤالي حول دور الشعر أو الأدب بشكل عام، يعني خاصة أنه تعددت صوره من الشعر والأدب والنثر القصة الرواية إلى آخره في عصرنا الحاضر، وتعددت أيضا القنوات والوسائل لإيصال هذا الأدب بأنواعه، وأيضا تداخلت الثقافات وأصبحت الحياة أكثر تعقيدا. سؤالي هل ترون كيف ترون دور الأدب
الذي كان في السابق له هذا الدور السياسي والاجتماعي، يعني به ترضى الملوك وبه تسخط وتسال الدماء إلى آخره من هذه الصور التي تعرضتم لها في وقتنا الحاضر. كيف ترون هذا الدور؟ جزاكم الله خير. بالنسبة للشعر والأدب والمؤثرات البلاغية، ركاد سوقها إنما هو من طرف الملوك. فأنت تعرف اليوم عندنا علم يسمى علم الاقتصاد السياسي، وهو تأثير السياسة في الاقتصاد، فكذلك السياسة تؤثر في الشعر والأدب. فالملوك لم يعودوا كما كانوا يثيبون على الشعر، بل العكس، أصبحوا الآن مثل ما حصل للواثق. الواثق الخليفة العباسي لم يكن من المثقفين من الشعراء من الخلفاء، وقد أتاه قلق ليلة من الليالي فأرسل إلى المازني ليسامره، فجاء المازني إليه فقال: أتحفظ شعرا؟ قال: نعم. قال: أنشدني منه. فقال: أي غرض تحبه؟ قال: أنا أشكو حزنا فأريد ما يسليه. قال: إذن الرثاء. فأنشده قصيدة أبي كبير الهذلي، أبي ذؤيب الهذلي، التي يرثي بها أولاده وهي عينيته، التي يقول فيها: أودى بني وعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلعوا، سرقوا هوي وأعنقوا لهوا، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا، فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عورات تدمع. قصيدة مشهورة طويلة، فلم يتأثر بها، قال ما عجبه هذا. فأنشده قصيدة الأعشى التي مطلعها: إني أتتني لسان لا أسر بها، من علو لا عجب منها ولا ضجر، يرثي بها المنتشر، فلم تعجبه. فأنشده قصيدة ابن مناذر التي يرثي بها عبد المجيد، وفيها يقول: كل حي لاقي الحمام فمودي، ما لحي مؤمل من خلودي، لا تهاب المنون شيئا ولا ترعى على والد ولا مولود، يرضخ الدهر في شماريخ رضوى ويحط الصخور من هبودي، ولقد تترك الحوادث والأيام وهي في الصخرة لجلمودي، يفعل الله ما يشاء فيمضي، ما لفعل الإله من مردود، فكأننا للموت ركب محثون سراع لمنهل مورود، إن عبد المجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود، فبرغمي كنت المقدم قبلي، وبرغمي دليت في ملحودي، كنت لي عصمة وكنت سماء بك تحيا أرضي ويخضر رعودي، ويح أيد حثت عليه وأيد غيبته ما غيبت في الصعيد، كان عبد المجيد سمى الأعادي ملء عين الصديق رغم الحسود، فلم يتأثر بها. فأنشده عدد من المراثي، منها مرثية مروان بن أبي حفصة التي ذكرنا مع ابن زايدة، فلم يتأثر. فقال: لعلك تتأثر بالمديح، فأنشده مدائح كثيرة، منها قصيدة النابغة في ملك غسان: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآئب. وكذلك قصيدة حسان بن ثابت التي يمدحه بها هذا الملك نفسه، وفيها يقول: أبناء جبنة حول قبر أبيهم، ونجل بن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من ورد البريص عليهم، بردا يصفق بالرحيق السلسل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، فلم تعجبه. فأنشده قصيدة الفرزدق في مدح الأمويين، وهي: عزفت بأعشاش وما كنت تعزف، وأنكرت من حضراء ما كنت تعرف، فلم تعجبه. فأنشده قصيدة جرير التي يمدح بها عبد الملك، ويقول فيها: أنتم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راح، فلم تعجبه. فعرف أنه لا يعجب هذا، قال: لعلك ترتاح للهجاء، فأنشده بعض الهجاء المقنع، وهذا ننزه مجالسكم عنه، لا لم يعجبه، حتى وصل إلى شيء من عبث الشعر، وهو قول عبد الملك بن المعذل: ألا يا قاضية البصرة قومي فارقصي قطرة، فضحك الخليفة حتى استلقى على ظهره، فعرف من مستواه وما يناسبه من الشعر. فهذا النوع هو الذي يناسب المتخلفين من الخلفاء، لا يناسبهم إلا مثل هذا النوع من الشعر،
فهو الذي يصلح لهم. ولذلك الشاعر تعجب من سرقة الشعر في أيامنا، قال: ومن العجائب أنه لا يشترى ويخان فيه مع الكساد يسرق ويخان فيه. والشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي الموريتاني رحمة الله عليه يقول: يا معشر الشعراء هل من مصقعي يهدي حجاه لمقصد لم يبدع، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع. فبدأ يذكر كل أنواع ما قيل في أغراض الشعر، وتخلص من أنها جميعا لا تناسبه. وذكر حال الناس في زمانه: واليوم إما سارق مستوجب حسم اليمين وقطعها فليقطع، أو وذكر حال الناس في زمانه. لكن عموما ما ذكرته هو ما ذكره صاحب الشمقمقية، وهو ابن الونان المغربي رحمة الله عليه. فهذه القصيدة بعد أن طاف فيها في آداب العرب وصل فيها إلى الشعر: هي مهلا على رسلك حاد الأينق ولا تكلفها بما لم تطق، قد طالما كلفتها وسقتها سوقفة بحالها لم يشفق، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلاة سملق، من كل أبطح وأجرع وجذع وصريمة وكل أبرق، مهارق تحار فيهن القطا لا دمنة لا رسم دار قد بقي. لا يقول في الشعر في العناية بالشعر، يقول: في الشعر كمال للفتاة به لم يرتزق، كم حاجة يسرها وكم قضى بفك عان وأسير موثق. وذكر أن الخلفاء كانوا يتأثرون به، ويقول: وإن أردت أن تكون شاعرا فاحلم فكن مثل أبي الشمقمقي، ما خلت في العصر له من مثل غير أبي في مغرب ومشرقي، لذاك كناه به سيدنا السلطان وعز الدين تاج المفرق، محمد سبط النبي خير من ساد بحسن خلقه والخلق، يعني أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن الأمير المتقي، خير ملوك الغرب من أسرته وغيرها على العموم المطلق، ودوحة المجد التي أغصانها بها الأرامل ذو تعلق، إلى آخر الأرجوزة. فذكر في هذا الأدب. نعم. شيخنا، نختم بسؤال لي ما دام أحبتنا قد سألوا أسئلتهم. أنا أختم بسؤال وأرجو أن يكون نهاية الحلقة، بحيث أن الأستاذ الدميري يقطع بعده. شيخ، أريد أن أروي عنكم قصة عبد الله بن عباس أو نافع بن الأزرق وعمر بن أبي ربيعة وقصيدته، وبها نختم. نافع بن الأزرق كان قاضي الخوارج، وهو من قادتهم المؤثرين، وسمي به الأزارقة من الخوارج. وقد جاء إلى مكة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ذلك في وقت انفراط عقد هذه الأمة، فقد غلب مروان على الشام، وغلب عبد الله بن الزبير على مكة والمدينة والعراق، وغلب نجدة بن عامر على اليمامة، وكان القتال بين المختار بن أبي عبيد والزبيريين في العراق مصعب بن الزبير. فجاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس في المسجد الحرام، فكان يسأله عن مسائل من القرآن، وهذه المسائل غير محصورة، لكن هي كما قال صاحب الشمقمقية مسائل ما دونت مسائل ابن الأزرق. السيوطي ذكر منها عددا في الإتقان في علوم القرآن، وكذلك ذكر البقاعي عددا منها، وابن الجوزي، ولكن لم أجد من حصرها واعتنى بحصرها. لكن هو سأله عن مسائل، مثلا قال له: ما معنى جزاء غير ممنون؟ قال: غير مقطوع. قال: تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. أما سمعت قول الحارث بن حلزة اليشكري: فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء. هذا من معلقة الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء ورب ثاو يمل منه الثواء، آذنتنا ببينها ثم ولت لي تشري متى يكون اللقاء، بعد عهد لنا بمرقة شماء، فأدنى ديارها الخرصاء، فالمحيات فالصباح، فأعناق فتاق، فعاذب فالوفاء. فقال سأله أيضا عن معنى قول الله تعالى، سأله عدة أسئلة من كتاب الله وهو يجيبه ويذكر له شاهدا من شعر العرب، حتى جاء عمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو فتى يافع، فدعاه ابن عباس وقد ضجر من كثرة أسئلة نافع بن الأزرق، فقال: ما آخر ما قلت من الشعر؟ فأنشده قصيدته: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا، والمقالة تعذر،
تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر، وأخرى أتت من دون نعم ومثلها نهاذا النهال يرعوي أو يفكر. إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيته يتذمر، عزيزا عليه أن أمر ببابها مسر لي الشحناء والبغض مظهر، ألكني إليها بالسلام فإنه يشهر إلمامي بها وينكر، بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر، قفي فانظري أسماء هل تعرفينه أهذا المغيري الذي كان يذكر، أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أقبر، فقالت نعم لا شك غير لونه سر الليل يحيينا الصهو والتهجر، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخصر، أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أغبر، قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر، وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر، ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر، وليلة ذي دوران جشمن السرى وقد يشم الهول المحب المغرر، فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم، ولي مجلس لولا اللبانة أوعر، فلما تقضى الليل فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنأر، وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر، ونفضت عن العين أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور، فبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر، فدل عليها النفس ريا عرفتها لها وهو النفس الذي كاد يظهر، فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمكتوم التحية تجهر، وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هنا عليك لم تخف رقيبا وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر، فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر، فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر، فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما أقمت مؤمر، فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر، ويا لك من ملهى هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر، يمج ذكي المسك منها مفلج رقيق الحواشي ذو غروب مؤشر، وترنو بعينيها إلي كما رنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر، فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت هواني نجمه تتغور، وأشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد لك عزور، فما راعني إلا مناد ترحلوا وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر. فما راعني إلا مناد ترحلوا وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر، قالت نعم وقد لاح مفتوق من الصبح يشقر، فقالت وعضت بالبنان فضحتني إلا فلما رأت من قد تنور منهم وإيقاظهم قالت أشر كيف تأمر، فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثار، فقالت تحقيقا لما قال كاشح علينا وتصديقا لما كان يوثر، فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر، أقص على أختي بدء حديثنا وما لي من أن تعلم متأخر، لعلهما أن تطلبا لك مخرجا وأن ترحبا صدرا بما كنت أحسر، فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر، فقالت لأختها أعينا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر، فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقلي عليك النوم فالأمر أيسر، يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يبصر، وقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر، فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقي الأعداء والليل مقمر، وقلنا هذا دأبك الدهر سادرا أما ترعوي أو أما تستحي أو ترعوي أو تفكر، إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر، وآخر عهد لي بها أن تولهت ولاح لها خد نقي ومحجر. فالقصة لما أنشد القصيدة حفظها ابن عباس من مرة واحدة 68 بيت، ابن عباس حفظها من إنشاد واحد. فلما كان من الغد جاء نافع إلى مجلسه فسأل ابن عباس عن قول الله تعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قال ما معنى تضحى؟ قال تبرز للشمس
قال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال ما سمعت قول المخزومي بالأمس هو لام ابن عباس. قال لا تعرض لله أنت يا ابن عباس، نضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم، ويأتيك شاب حدث من قريش ينشدك سفها فتسمعه. قال تالله ما سمعت سفها. قال ما سمعت قوله رأت رجلا عماء إذا الشمس عارضت فيخزى وأيما بالعشي فيخسر؟ وقال ما هكذا قال، إنما قال رأت رجلا عماء إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر بالصاد، هو أرادها بالسين. فقال ما سمعت قول المخزومي بالأمس رأت رجلا عماء إذا الشمس عارضت فيضحى أي يبرز للشمس. فابن عباس كان ينشد الشعر في الحرم وفي الحج، كان وهو محرم سئل عن حكم إنشاد الشعر في الحج فأجاب السائل بقوله نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول. نعم. وإذا كان الشعر ينقض الوضوء فابن عباس انشد بين الإقامة والإحرام قول الشاعر في البيت الذي تعرفه إن تصدق الطير. نعم. نشكر فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على هذه الجولة الماتعة، كما قال أخي رياض مما قبل الإسلام إلى العصر الحديث. نشكر له الإمتاع. أشعار على الأقل الشناقطة. نشكر شيخنا، بس نظرا لضيق الوقت نحن مضطرون للاكتفاء بهذا القدر على أن نواصل السهرة إن شاء الله التي لن تروا ما سيتبقى منها للأسف. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.